في موضوع بجد ما قدرتش امسك نفسي ان انا اتكلم فيه. من كام يوم طلع بوست لسواق تاكسي لقى 8 مليون جنيه في العربية. هو سواق تاكسي، فناس ركبت معاه نسيت فلوس في العربية، 8 مليون جنيه يعني عادي بتحصل. المهم ان هو دور على اصحاب الفلوس ورجع لهم الفلوس، وهم اصروا عليه ان هم يدوله نسبة من الفلوس، ولكن هو رفض بشكل قاطع وقال انا مش هاخد اي فلوس ما كنتش تعبان فيها. المهم قنوات تستضيفه. اخبارك ايه؟ قصة سامح سواق التاكسي في مطروح ده. هذا النموذج اللي حضراتكم شايفينه ده يتحط في كتاب لولادنا يتعلموا الامانه. يا ناس كتير جدا كلمت عنه، الشعب المصري كان قاعد بيدعي له، ولكن الشخص ده خزوة الشعب المصري حرفيا. بس على مين؟ وزارة الداخلية قررت ان هي تحقق في الموضوع. اكتشفوا ان كل دي تمثيلية عشان يكسب تعاطف الناس، وتبدأ الناس تديله تبرعات ومكافآت. هو الشاطر في اللحظه دي اللي يتغلب على الشيطان بذكر ربنا سبحانه وتعالى. يتحط في كتاب لولادنا يتعلموا الامانه. دي بجد لا، مش هثق في اي حد تاني.